من آلاف السنين القمر كان مرآة للخيال البشري. الشعراء شافوا فيه رمز للرومانسية، والعلماء شافوا فيه مفتاح لفهم الكون. لكن هل القمر مجرد صخرة ميتة بتلف حوالينا، ولا ممكن يكون ساحة صراع سري بين الدول العظمى ومخزن لأسرار مش عايزينك تعرفها؟ في الفيديو ده هنسافر مع بعض في رحلة بين العلم والمؤامرة، ونكتشف إذا كان القمر مجرد قمر ولا قاعدة عسكرية. أول هبوط على القمر كان سنة 1969. كان حدث تاريخي. نيل أرمسترونج قال جملته الشهيرة: خطوة صغيرة للإنسان، قفزة عملاقة للبشرية. لكن في وثائق ظهرت بعدين بتقول إن الرحلة دي ما كانتش مجرد اكتشاف علمي، بل بداية سباق للسيطرة على القمر عسكريا. التسريبات بتتكلم عن القمر وعن وكالة ناسا والبنتاجون إنهم كانوا شايفين إن القمر مجرد جرم سماوي، لكن موقع استراتيجي يقدروا يبنوا عليه قواعد لمراقبة الأرض أو حتى لإطلاق أسلحة. وهنا بدأت نظرية إن الهبوط نفسه ما كانش هدفه العلم بقدر ما كان إظهار للقوة. في صور من بعثات أبولو أظهرت تكوينات غريبة، مش مجرد صخور، لكن أشكال شبه أبراج أو هياكل معدنية مستقيمة، بعضها شبيه بالمباني الهندسية اللي بنشوفها دلوقتي، وكأنها منشآت بشرية أو غير بشرية. والعجيب هنا إن بعد فترة صور معينة من الأرشيف الخاص بناسا اختفت. في علماء هويين بيقولوا ناسا شالت الصور دي لأنها بتكشف حاجات مش مفروض إننا نعرفها. والأغرب إن علماء روس نشروا تقارير عن وجود انعكاسات ضوئية غريبة على سطح القمر، مش ممكن تكون من تضاريس طبيعية. فهل فعلا الصور دي دليل على قواعد سرية، ولا مجرد تشوهات تصوير زي ما بيقولوا؟ الجدل كبر أكتر لما اتسربت تسجيلات صوتية من بعثة أبولو 11. في تسجيل منسوب لرواد الفضاء صوت واحد منهم بيقول: هم هنا واقفين على الحافة بيراقبونا. الكلام ده اتفسر على إنه اعتراف بوجود مركبات غامضة أو كائنات فضائية فوق سطح القمر. في باحثين بيعتقدوا إن القمر مش مجرد جرم سماوي، ولكن محطة مراقبة اتبنت من آلاف السنين بواسطة حضارات متقدمة، سواء فضائية أو حتى بشرية قديمة. ولو ده صحيح فعلا، يبقى اللي بنشوفه في السماء مش مجرد قمر، لكنه شاهد صامت على حضارات أقدم من تاريخنا المكتوب. خليني أقول لكم، في الخمسينات والستينات ظهرت خطط رسمية زي مشروع أمريكي لبناء قاعدة بروجكت هورايزون، قاعدة عسكرية مأهولة على القمر بحلول 1966. الخطة كانت تشمل توطين 12 جندي أمريكي على القمر مزودين بأسلحة عشان يستخدموا القمر كمنصة هجوم لو حصلت حرب نووية. مش بس كده، في وثائق تانية بتتكلم عن مشروع اسمه لونا بيز، كان هدفه استخدام القمر كرادار كوني لمراقبة كل شيء بيتحرك في الفضاء. الاتحاد السوفيتي كان بيخطط لحاجات مشابهة، وفي إشاعات بتقول إن بعض المشاريع فعلا اتنفذت، بس تحت غطاء سري. ولكن السؤال هنا، هل ممكن يكون في قواعد عسكرية بالفعل على القمر دلوقتي واحنا مش عارفين؟ لو فعلا في قواعد عسكرية أو منشآت غامضة على القمر، ليه الحكومات بتسكت؟ خليني أقولك إن السبب الأول الخوف من الذعر الجماهيري. لو الناس عرفت إن في وجود غامض فوقنا بيراقبنا، العالم كله ممكن يدخل في حالة رعب وفوضى ملهاش نهاية. السبب التاني التكنولوجيا المتقدمة، ولو في حضارات فضائية أو حتى أسلحة نووية على القمر، فالمعلومات دي لازم تتخبأ لأنها بتهدد التوازن العسكري. أما السبب الثالث المعاهدات الدولية، زي معاهدة الفضاء الخارجي سنة 1967، بتمنع أي دولة من وضع أسلحة دمار شامل على القمر. ولكن
هل فعلا الدول التزمت بالاتفاقية دي؟ القمر اللي بيبان بريء وهادي ممكن يكون في الحقيقة مشهد لحرب صامتة بتدور فوق راسنا، قواعد عسكرية ومشاريع سرية، ويمكن كمان حضارات فضائية بتتفرج علينا من بعيد. والسؤال اللي لازم نسأله، هل القمر مجرد صخرة في الفضاء ولا هو شاهد على أسرار أكبر من اللي ممكن نتخيلها؟ تفتكروا رأيكم إيه في الكلام اللي إحنا قلناه؟ هل القمر فعلا بيتخبى فيه قواعد ومشاريع سرية ولا كل دي مجرد نظريات مؤامرة؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك معانا في القناة، ولو عايزين فيديوهات أعمق عن أسرار الكون ياريت تقولوا لنا في الكومنتات. شكرا جدا ليكم.